كانت قبل حرب تحرير العراق. بعد حرب تحرير العراق لا صارت 300%. حلو. كنا 8 ممرات جويه نتعامل معها، صرنا 21 ممر جوي. جميل. حلو. احنا البوابه الجنوبيه للعراق. فطالع احنا شنو عندنا، شلون دشان الخور صغير، المساحه صغيره، فالكل المساحه ضيقه، الممرات كلها على بعض، فالمساحه هذه شنو تؤدي الى كثافه وتعقيدها وخطورتها بنفس الوقت. هذا اللي يزيد اللود عليك انت. يعني معناته كل طيار عفوا لازم يكون معه مراقب. عفوا مو كل طيار، كل مراقب. كم طياره يتولى في طبعا عشان نحفظ السلامه هناك قوانين حددت تقول لازم في مرحله من المراحل يمكن 5، في مرحله من المراحل 7، مثل دبي. هذا الطبيعي. انا بتكلم عن غير الطبيعي اللي عندكم بالكويت. خلنا نضرب على الوتر. طالع الليمتد. اي طياره يجي لازم تحاكيه. ماكو ترتيب. ليش؟ لانه عندنا نقص. طيب هذه مليارات بالجو قاعد تطير وارواح ناس. مو هذه احدى النقاط اللي احنا قاعد نقولها. عرفت شلون؟ لازم شلون انت تنظم الحركه هذه وانت ما عندك عدد الكافي. وشكل ما قلنا احنا نسبه النجاح مطلوبه كم؟ 5%. احنا كنا لنا الشرف قسم الملاحه الجويه من الستينات بامر من الامير الوالد انه كويتي، ففعلا كنا للحين احنا 100% كويتيين، لكن الزياده اللي صارت علينا اكثر من طاقتنا. ليش احنا ما نعترف؟ ليش ما نعترف بهالشيء؟ وقاعد نقول حق العالم ترى، وتاكد التقارير الرسميه واللجان اللي شكلها مجلس الوزراء والشركات العالميه واللي قاعد نكتبه قاعد تاكد حكينا احنا عن شنو؟ نقص وخطوره. طيب طال عمرك لو صارت غلطه الشباب ايش كثر قاعد يدورون شغل، يعني احنا مو معقوله ما في كفاءه من هال 3000 او ال 5000 اللي قاعد يتخرجون كل سنه ما يطلع منهم 50 او ما نقول 20. اريد واقول لك ان هذه المراقبه الجويه عباره عن موهبه لازم تصقلها. يعني انا الدور اللي كنت فيها كنا 35 طلعنا 6. يعني كثر ما تمارس فيها وكثر ما تتعلمها صح وتمارسها هي اللي ممكن تكون انت ناجح في عملك، ولا شنو قصدك؟ الاختيار الاولي اللي يقول انت تصلح للمراقبه الجويه هذا اهم واحد. هذا اهم واحد، فهذا ما يقول لك الحكي هذا الا بعد ما يطوف الخبره وما شابه. يعني احنا كل السابقين المدرسين الله يحفظهم والله يرحم الميتين، هذول كم دوره عندهم؟ اللي عنده 20 دوره، اللي عنده 15 دوره داش، وهذا ما قال لك انت تصلح، ما علمك الماده، علمك المعلومه هذه الا بعد ما شربها 100% صح. ليش؟ لأن أنت توضع في مكان، أنت والطيار مثلا، أنت والطيار وسائق القطار، لازم تفكر صح ثانية. زين طال عمرك، إذا احتمال غلطة واحدة فقط قبل لا نطلع الفاصل، غلطة واحدة شنو ممكن حسب القانون والدستور عقابك؟ عقابي بالقانون الكويتي المادة 170 على ما أعتقد الإعدام. نكملها بعد الفاصل وفي مقارنة كثيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجعنا لكم مرة ثانية وحلقتنا حلقة برنامج رجل طالعني كذي لأن أنت الله يرحم طبعا عباس بن فرناس ما كان حاط الخطة، وهو يمكن ما حط خطة برج المراقبة. لا طاع ضياب طاع ضياب. لا كان برج المراقبة غير. في اتصال من الأخ دلال. مساء الخير. مساء النور. مساء الله بالخير. طال عمرك. هلا والله. هلا فيكم. الحمد لله بخير الله يسلمك. تفضل يا اختي. انا موظفه بالاداره العامه للطيران المدني. نعم. في احد الادارات. قبل فتره صارت لنا مشكله. نعم. ان يبون ينقلونا من اداره لاداره من غير رضانا، ولما رحنا كلمنا النائب. نعم. مو راضي يقتنع بوجهه نظرنا ومو راضي يسمع لنا نفسه. فيعني مو عارفين ايش نسوي وياه. وهمني لما قلنا له هل هو اجبار انك تجبرنا تنقلنا، يقول ايه انا من حقي اني اجبركم. زين اختي، نقلكم هل نقلكم على راس عمل نفس تخصصاتكم ولا تخصصات مختلفه؟ اداره ثانيه. ما لها علاقه بتخصصاتكم؟ لا تخصص سكرتاريه. سكرتاريه. اي. الله يعطيك العافيه اختي، مشكوره وما قصرتي. الله يعافيك. مشكوره الله يطول عمرك. ضار عندكم مشاكل وايد انتم هنا بالطيران المدني. احنا اهم شيء عندنا السلامه،
والله هذا هو صح. هذا يعني ممكن الامور، يعني احنا اذا ودنا نتكلم يعني انا ابي انتهز الفرصه للامانه، ابي اعرف مثلا شنو اهم المطالبات اللي انتم قاعد تطالبون فيها من خلال يعني اسستوا عليها الاعتصام. اول شيء لازم احنا نستعين بالخبرات الاجنبيه عشان تحطنا على الطريق الصحيح مره ثانيه، عشان نحافظ على اعاده بناء البنيه التحتيه. طبعا انت ما يصير هذا هم شغله تشجيع الشباب على الاختلاط بهذا في المجال هذا، فلا يعقل خلال 25 سنه ما زادوا العلاوه الفنيه لنا، بعد ال 25 سنه شنو زادوا لنا 50 دينار. الحين في كادر احنا نطالب اصلا فكره الزياده 50 دينار هذه اللي قاعده تصير، هذه فكره خاطئه هذه. عفوا انا صح كلامك، ما اقدر اقول زين. هذه خاطئه. الناس الحين الدول فعلا قاعد تسوي شيء اسمه نسبه مئويه، على اساس يصير في تفاوت ما بين المهن، مثل ما انت قلت في مهنه محتاجه اكثر كنسبه هذا، لكن 50 دينار هذه كنا يعني ما ادري احس. لو انا الحين اقارن نفسي مع الدول الثانيه، هم ياخذون 3000 غير غير الامتيازات الثانيه، انا ايش قاعد اخذ؟ راتب عادي. هاي المشكله. الشغله الثانيه انت الحين الراتب العادي اللي قاعد تتقاضاه انت ايش قاعد تحرص لهم؟ ايش كثر؟ يعني انا فلوس يعني قاعد تحرص لهم. كل طياره كم تسوي يعني؟ الناس اللي فيها والناس اللي فيها طبعا الله. لما انا الحين اشتغل بنوبه واحده، اشتغل مرتين، ساعتين 4 ساعات، اكون مشتغل مع 60 طياره، 60 طياره ضرب 200 راكبها 12000 خلال شنو؟ خلال نوبتي. انزين خلال 4 ساعات. خلال 4 ساعات. حلو. 12000 شخص ارواحهم بيدك، غير اللي تحت، الممتلكات اللي تحت. الطيار مسؤول عن طيارته، انا مسؤول عن الجميع. هذا واحد. اثنين قيمتهم كم؟ لا احنا قلنا 60 طياره. بكم الطياره؟ اضرب مينيمم. حد سيايير ما شرى الطياره. اوكي مو مش مشكله. فنضربه ب 100 مليون، فيعني 6000 مليار. حلو؟ هذا 6 مليار يعني 6 مليار. اوكي هذا متى؟ يوم واحد. انا اداوم 18 يوم، يعني بالشهر يعني 84 مليار دولار في عهدتك. هذا واحد. وفي شيء ثاني، احنا نرجع حق القانون اللي سالت انت قبل، ان الحكم عليكم انت ما في مجال للاعدام، لان الغلطه الواحده باعدام. طيب احنا قبل لا تطلع مو فاصل. لا قبل لا تاخذ هذا الاتصال، انا احب بس انوه عن شغله، ان عندنا في الكويت وهذا حقيقه وواقع، الدكتور لما يخطئ ما يتحاسب بالاعدام نفس ما قاعد يتحاسب، مع العلم ان ارواح قاعد تموت. نفس الشيء حتى اللي قاعد يسوي اخطاء جسيمه ومخالفات جسيمه اللي تؤدي ارواح الاخرين ما قاعد توصله الى الاعدام. صح. هو قاعد يذبح له 1 2 انا بالالاف. معنا السيد احمد، طبعا معنا السيد عبد الله، السيد احمد الخضري قاعد يذبح طال عمرك. اليوم انت تعبان وانت تعبان. توكل على اخوي ابو عبد الله. معنا. الو هلا والله اخوي عبد الله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. طبعا نشكركم على البرنامج وعلى الموضوع، خاصة موضوع الطيران المدني. الله يطول بعمرك. تفضل. اللي هاضمين حيل حقه. نعم صحيح. وطبعا عم الخضري مسيه بالخير. مسيك بالخير. وانا طبعا اتعامل معاهم الملاحة الجوية. نعم. فانا ادري شنو المعاناة اللي هم قاعد يعانونها، وشنو المشاكل اللي قاعد تحوشهم، وشنو ضغط الشغل اللي قاعد يصير عليهم. صحيح. انوه على موضوع الكادر واهميته وشنو المطالبات. نعم تفضل. طبعا الكادر لو بتحسبه على الشغل اللي قاعد نشتغله احنا بالمطار، انا بالاداره العامه للطيران المدني. نعم. الشغل اللي قاعد نشتغله احنا وعلى المعاش اللي قاعد ناخذه ما يوفي، يعني مثل ما قال عمي الخضري ان ارواح الناس بيدنا. صحيح. فلو ان انا اشوف هالمعاش وما يعجبني، والله اقول والله انا اشتغل اي شغله، هذه اي شغل على الاقل، يعني اقول ان اسمي اشتغل. صح. بس ان يعني تقصد يعني ان انت ممكن تبدل وظيفتك بوظيفه اريح ما فيها العهده هذه، او ما فيها الالتزام، او ما فيها المخاطره هذه، وبراتب متوازي براتب المراقب برج المراقبه. صح؟ هذا اللي تقصده. وشغله ثانيه ان انا اقدر اشتغل كشغل من غير ذمه ولا ضمير، وفيها ارواح ناس، وفيها اعدام لك بعد. بالضبط مثل ما قال عمي. صحيح. وشغله ثانيه، الاخ دلال يوم اتصلت وقالت ان انا نقلوني من اداره ثانيه، على الاقل النقل هذا صار بالتخصص اللي هي فيه، بس انا واحد من الناس باشرت عمل بالتخصص اللي انا فيه. نعم. بعد يومين بالضبط انقلوني باداره ثانيه او قسم ثاني. نعم. ما له شغل بالشهاده اللي انا اخذتها. حلو. شو الحكمه؟
الحكمة يقول لك والله هذه ضرورات العمل وعندنا نقص، مع العلم ان لا في نقص ولا هي ضروره للعمل. الله المستعان. شكرا اخوي، شكرا اخوي. ما قصرت، يعطيك الله يطول بعمرك، مشكور. طبعا في شيء ثاني غير الكلام هذا، تاثير الشغل على